السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الجهات القضائية المختصة في الجزائر تكشف مفاجأة صادمة وأسرار تفضح العصابة التي قامت بهذا العمل الشنيع في قضية المحامي ورئيس بلدية السبت في ولاية سككنة، المحامي جمال الدين شاوي، الذي تم تجميد مهامه. فبعدما عثر عليه جثة هامدة مقتولا بالرصاص، تبين من خلال التحقيقات أن جثة المحامي كانت تحمل آثار العنف والتنكيل، حيث تم التعرف عليها بصعوبة كبيرة لأنها كانت ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية بعد أن نكل الجناه بها بكل وحشية في ضواحي قرية التوميتات في بلدية الحروش جنوب ولاية سككنة، وتحديدا مقابل الطريق السيار شرق غرب، بعد 10 أيام منذ اختفائه المفاجئ والغامض. وبعدما تم نقل الجثة وسط تعزيزات أمنية مشددة إلى مستشفى الحروش من طرف أعوان الحماية المدنية، وجدت مكبلة الرجلين وتحمل آثار التعنيف مع إصابة بالغة على مستوى الرأس. وتم التعرف بصفة مبدئية على المحامي جمال شاوي من سرواله الرياضي الذي كان يرتديه لدى خروجه من منزله. لذلك أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش بتشريح الجثة على الفور، وجاري متابعة المزيد حول هذه القضية. وفي الأخير رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.